قنيطره راه خصك دير بزاف فهمتي باش يلاه يعرفوك ناس بلايص اخرين. كاينين شي لعيبات اللي قاصونه فهمتيني تمشي بشي حاجه من شي عالم اخر زعما راه سمعت لهم غير بوحدي راه ما نقدرش نحط لشي واحد في ودنو داكشي يقول لك بنادم مشى هادشي هذا كيجري حيد عليه يا اخي ما بقاش عارفو نولي غير غادي زعما غير على الله تخربيقه فهمتيني تخربيقه. المهم صندوق. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من البودكاست ديال ستوديو كود 30. البودكاست اللي كيجيكم بكاع صناع المحتوى الفنانه والمغاربه اللي عزاز عليكم باش تعرفوا الطريق منين دازوا، شو الحوايج اللي عاونوهم باش يوصلوا فين هما، والحوايج اللي جاوا في طريقهم واللي عذبوهم واللي بغاو يهضروا لنا عليهم باش حتى نتوما تقدروا تستافدوا من التجربه ديالهم. معنا اليوم واحد من الامراء نقدروا نقولوا امير ديال الراب المغربي عبدو هذيك. مدام مرحبا بك معنا. توب قنيطره حاضره في ستوديو كود 30 البودكاست. بغينا نعرفوا هاد الدودود انا درت ليا درنون في راسي بغيت نعرف شنو هذا. انا متاكد بان هذا السؤال تطرح عليك ولكن اخويا كيقول لك انا بومر وقديم شويه. فهمت صراحه شي لعيبه بسيطه غير من الدرب فهمت وجبتها بالضبط في المثاليه ديال اللاين ديال البارح خاوي المناضله دويت اليوم غيجي فيك صندوق دودود فهمتيني. ولا هما ثلاثه ديال لي جيميك اللي معروفين ديال عبدو اللي غادي نديروا معاه وحده من لي روبريك المهمين عندنا في البرنامج. في الاول كنديروا البروفيل ديالك انستا اللي غادي نفسروه بان الانستا ديال عبدو اون بان اليوم ديك جابوهم ما غنديروهاش ولكن نديروا البروفيل ديالك. باش نديروا البروفيل غتشوف لي ديك الكاميرا وغادي لي احسن ابتسامه. اوكي ليتس جو. شو بغيتي نديرك في النون ديالك عبدو حاجه اخرى؟ لطيف نايس. لطيف نايس اوكي. ستاتوس ديالك شنو غادي نديروا لك؟ رابور مزيانه. سن 24. شي سيتاسيون ولا شي مقوله اللي عزيزه عليك؟ فاميلي فيرست. لوروسكوب ديالك اللي كنتي كتثيق به؟ ما تنثقش به. المهم جيميناي. ليموجي اللي عزيز عليك اللي كتصيفط بزاف؟ تروفي الكاس. لوكاليزاسيون ديالك؟ قنيطره. والسيت ويب اللي بغيتي نديرو في بلاتفورمز فين كنلوح مزيكتي. ستريمينغ ديالك. تري بيان. لاحظت فيك واحد القضيه ملي كتكون كتهضر اسي عبدو انك ديما كتقول حنا داكشي اللي كنديرو هذا كتهضر على راسك ولا تروزيام بيرسون. واش هاد القضيه من لا جينيراسيون ديالك ولا بالشخصيه ديالك ولا منين جايه؟ الفكره كتبقى انت اللي كتفكر ليش بغيتي توصل وشنو باغي دير وفين باغي تمشي ولكن ضروري واحد الناس كيساهموا فهمتي. هذاك الشيء علاش ديما حنا كون ما كانش مثلا جوزيف ولا جوناس ما غاديش يخرج زيمبابوي. داك الشيء علاش قلت لك فاميلي فيرست. مهم عندك الفاميلي مهم عندك المدينه الساهيه بزاف مهم. قنيطره شي حاجه اللي كتهضر عليها شي حاجه اللي كتقول مدينه ما عمري ما نخليها. الفكره اللي عندنا على قنيطره انا مدينه صغيره ما كاينش بزاف ديال الحوايج الثقافيه اللي كيخرجوا منها الصراحه. وداكشي اللي كنشوفو حتى في لي زيماج اللي كتحط انت في انترنت وداكشي راس الدرب الدراري مجموعه مع بعضياتهم منوضين. كنحاول نخلق واحد العالم بحال نحاول نزين شويه الصوره. انا زعما راضي انني واحد من مدينه قنيطره فهمتي فرحان حيتاش ليمباكت ديالها رجع عليا بشكل ايجابي. فايش في الكارير ديالك مثلا زعما كان بديتي في كازا ما تكونش نفس الطريقه عندك؟ ما عرفتش هنايا تقدر تدور واحد شويه تبرم غادي تلقى بنادم اللي يقدر يقضي معاك. قنيطره راه خصك دير بزاف فهمتي باش يلاه يعرفوك ناس بلايص اخرين. بغيت نسلم على الدراري ديال لاقطات تفرجت في ديك الدوكيومونتير داروا عليك وفي شي حوايج زوينه كنشوفوك بانك كما قلتي لخصتي حياتك في شي حوايج بسيطه. المدرسه الرياضه راس الدرب العائله اللي هي العائله اللي قلب الدار والعائله اللي برا الدار. حطنا معك في الديكور شويه نشوفوا شنو كان عبدو قبل ما يوصل هذا الشيء اللي فيه هو اليوم. علاش خليت داك الشيء بسيط ما بغيتش نجيب شي حاجه من شي عالم اخر. زعما اي واحد عاش فهمتيني في مدينه صغيره وفي حي شعبي يقدر يدير بزاف د الحوايج. علاه خليت نلخصها في درب في العائله اللي في الدار والعائله اللي في الزنقه اللي هما ولاد الدرب. ولكن الفكره راه كتبقى في دماغك راه تقدر توصل داكشي اللي بغيتي واخا تبقى مع ولاد دربكم ولا زعما كتقرا في مدرسه عاديه تدير الرياضه اللي كتعجبك كتلاقى مع الناس اللي كتبغي ولكن راك مركز فهمتي. الهدف هو الهدف ما تيزعزعو حتى واحد. قنيطره الراب ديالها هو عبدو وكما قلتي ماشي في بزاف ديال لي مورسو وصلتي وبنادم ما عرف دغيا عبدو. نقدروا نقولوا بان سي لي على جينيراسيون انكور اون فوا ولكن مازال ما كاينش حتى البوم مثلا. متفق معك. ولكن الصيت ديالك ديال الدراري اللي طيحوا سنانهم في الراب.
من اين جايه هذه القضيه في نظرك؟ وهاد اللعيبه راه شويه تتخلع فهمتي حيت فاش بزاف الناس اللي تعرفوا بالزربه ما بقاوش عاودوا بانوا، ولكن زعما راه كانت المحاوله الاولى الثانيه الثالثه، دابا وصلت للسته ديال السينجلز عندي في البلاتفورمز. اخر واحد كان هو عمر المختار. بخير البروجي راه غيكون ضروري، غير فهمت انا كيفاش هاد السرعه ديال انك بنتي وعرفوك الناس. كنظن هو الاختلاف وبنت معزول على بزاف الناس، وكانت واحد الماده جديده تزادت للراب المغربي ما كانتش تقرا فهمتي. هادشي اللي كاين، ما عرفتش واش تفوقت بالطريقه الصحيحه، ما لحد الان انا بخير. الماده اللي كتقول بانك كتقرا دابا في الراب اللي ما كانش قبل، اللي قلتي ماشي بديك الطريقه لا شوف بغيت نفهم هاد باسكو تا ستيل ديال عبدو كاين الصوت لوكي لي تكست محبوكين، ولكن ما كتعطيش ديك شي ما كاينلاش بالنسبه لي، ولكن الدقه كتوصل والصداق تيتشيروا والدودوات كيتسبعوا حتى في لي ريفيرونس اللي كتسيتي كتقول وي كلنا سمعنا البيكي كلنا سمعنا توباك كلنا سمعنا هذا، ولكن عاوتاني كتهضر على وايلي فهمتي بزاف ماشي بزاف ديال الدراري اللي كانوا كيتصنتوا ليه عاوتاني راه كاملين سمعنا البيكي وباك ماشي كاملين سمعنا له بنفس الطريقه، حيت كاين اللي كيقول لك بيكي باك ولا باك هو احسن رابور ولا يمكن عارف غير وقتاش تزاد وقتاش مات، ولكن كاينين شي لعيبات اللي قاسونا فهمتيني تصاحبنا معاهم وصلونا لعند ناس اخرين. بحال مثلا راب انجليزي ولا وايلي ولا جيكس ولا ستورمز ولا سكيب، راه سمعت لهم غير بوحدي، راه ما نقدرش نحط لشي واحد في ودنو داكشي. كان الجرايم شويه هارد يقول لك بنادم مشى هادشي هذا كيجري حيد عليا خليني غير بعدا نحاول انني نتادابط مع هذا العالم هذا صافي، خليت داكشي لراسي حتى في التبير، رغم انني راه دزت من المدرسه ديال باك بيغي ووتينغ راه ما تسمي راكيم ناز جيزي، زعما قائمه طويله سمعت انا، زعما درت واحد الحق ديالي فهمتيني، سمعت عرفت اكتشفت تفرجت بارطاجيت، ولكن كاين واحد العالم اللي جرني وحسيت براسي بحال من الدراري قلال اللي ترماو ديك الطريق. سمعت شنو كاين في الانجليز، وداكشي اللي اثر فيا اكثر هو ان العالم ديالهم كان اوريجينال بزاف فهمتي. كاين واحد القضيه اللي كاع الرابورات الرابا كيهضروا عليها اللي مهمه، الميساج وراه على ذكر القصه كل شيء الميساج خصو يوصل في الاخر وما خصوش وشنو هو هذا الميساج دابا؟ واليوم ما نقدرش نقول كل شيء، زعما حتى المزيكا كتعاون فهمتي. انا بغيت بنادم يعرفني شويه بشويه، كاينين دابا 6 ديال لي مورسو في البلاتفورمز، عرف بنادم شويه عرف بان اوكي داك الشيء شويه جديد غريب، اوكي خونا مهدان بارك، من بعد غيعرف راه ما جيتش من الدرب. عندي انا عائله رباوني مزيان، عندي ناس كنبغيهم وناس نتقاتل على ودهم وكيتقاتلوا على ودي، عندي شي لعيبات باغي نوصل لهم باغي نبدل لهم سوا في البلاصه منين جيت ولا في البلاد كامله شويه بشويه. عمر المختار كما هضرتي عليه قبيله كان هو واحد لو تورنا في الطريق ديالك. علاش كتعتبروا بحال هكا؟ علاش مختلف على لي تراك الاخرين عمر المختار؟ دابا هو قبل ما يطلع بعدا راه دار عام هو جالس عندي فهمتي قبل ما يطلع، حيت القيمه ديالو بالنسبه لي كبيره فهمتي. في داكشي بعدا اللي كيمثلني فيه شي لعيبات اللي تصالحت مع راسي على وليت كنامن بهم، بحال مثلا سميه عمر المختار. كون جيتي امين قبل ما غنديرش عمر المختار غندير لك توني سوبرانو ولا غندير لك سكارف فيس ولا جون غوتشي. وهذا الشيء هذا من بين الحوايج اللي خلاو داك التراك مهم بالنسبه لي فهمتيني. حاولت نتصالح مع راسي نشوف داك الشيء اللي عندنا هنايا نخرجوا يوصل عند ناس اخرين بلا ما نبقى نتعلق فين نتفلق. ملي كتبقى كتهضر على لي مورسو ديالك كنلقاو بانك كتخمم بزاف الحوايج اللي ما الدراري الاخرين ما كيخمموش فيهم، اللي كتجيهم يا اما بلو سبونطاني ولا كيديروها بطريقه عفويه وكيوصلوا نفس الريزولطا. واش انت شي واحد اللي كيعيش في راسو بزاف اللي يمكن حيت هذاك العالم اللي جيت به ودخلت بغيت نبقى محافظ عليه، خفت نبقى غير اللوح بلا ما نفكر ونفقد شنقول لك بحال الهويه ديالي، ما بقاش عارف ونولي غير غادي زعما غير على الله. كنعرفوا حتى في الحياه ديال الروابا بصفه عامه من غير الانسبيراسيون ديالهم كيكون واحد لاسين. شنو العلاقه ديالك بهاد لاسين هذه؟ واش مثلا البولفار كان شي حاجه اللي مهمه بالنسبه لك في الطريق؟ وكان مهم بزاف
فهمتي اكبر سين اوربن فهمتيني كلشي كيحلم انه يلعب فوق ديك السين ماشي غير انا راه جيت البولفار صراحه نعم 2015 جيت تفرجت في ترومبلان فهمتيني وصافي من بعد تكلقى راسي في البولفار 2022 وماشي في ترومبلان فهمتيني جاي الناس باش يسمعوا العبدو ب4 ولا 6 لي مورسو ولا يعني تابو او ان سيت سور سين عرف شكل كتقول عندك يجيو هاد الشيء قليل ويجريو عليا ولكن بنادم تيبغيك تعاود فهمتي ما بحال بنادم ما شبعش بغا ديك الحاجه يسمعها ويعاود يسمعها وداز بخير الحمد لله. الناس اللي لايحين بروجيات ومطيحين سنانهم ما عرفتش واش كانوا يقدروا يجيريو هذا هو البر خصوصا النهار المعلوم راه ماشي اي واحد كان يقدر يبيرفورمي ووسط داك الواقع الباكر ديالك اللي ديما ما كنعرفوش واحد الاخ كقول لك يكون معاك سير شكون كان معايا راه هو كيشوف فينا الاخر سعيد اوكي دوك معروف غير ما المهم راه كيما قلت لك كاينين صحابي زعما في الحياه فهمتي زعما راه ديك اللعيبه ديال غنمشي معاك واخا ما باغيش نبين وجهي ولكن انا راه معاك ما تخافش فهمتيني هذا الشيء اللي كاين وتيكون معايا ديما زعما ماشي غير فلاسين راه كيما قلت لك الحياه كامل فاميلي فيرست قلتيها فاميلي فيرست هادشي علاش الناس هادو معاك واش كتحس براسك عندك فاميلي في الراب زعما الزملاء في الميدان بالضبط ما عرفتش نقدر نقولك درنا صديق واحد حاليا درنا واحد اللي هو فارغاس تفاهمنا ماشي غير على طريقه الخدمه زعما كنقدروا نتلاقاو ونجلسوا نهضروا وتا ما هضرناش ولا واحد فينا ما جاوبش الاخر ما كنتقلقوش ما كناخذوهاش بيرسو زعما اوكي عارف هو عنده العيبات ديالو هو عارف بلي انا عندي العيبات ديالي فاش كنرجعوا نهضروا راه كنهضروا عادي وكنكملوا فهمتيني هذا هو الصديق الوحيد اللي درت ما تبقى زعما كنحترمهم كيعجبني داكشي اللي كندير سواء اللي تلاقيت بهم ولا اللي غير هضرت معاهم كامل كنحترمهم ما كنظنش انهم صحابي ديال بصح زعما نقدروا نتعاونوا نقدروا نخدموا وتتبقى هكا حنا كنهضروا بزاف على صناعه المحتوى بصفه عامه في البرنامج هذا من غير الموسيقى بالضبط شنو العلاقه ديالك مع لي ريزو سوسيو مع الناس اللي كيهضروا معاك في لي ريزو سوسيو كيفاش كتستعمل لي ريزو سوسيو باش تدفع الموسيقى ديالك ولا تعيش لا كارير ديالك لا لاحظتي راه ما كنديرش ستوريات على اي حاجه زعما ما كنخدمش داك مود انفلونسور مزيكا صافي ولا بارطاجيت شي واحد عجبني ولا شي حاجه كنخليها في مزيكا وصافي ما تنبغيش مازال ما كنعرفش الصراحه ماشي راه نبغي نهضر على شي حاجه اخرى ولكن مازال تنخاف من انني ندير ستوري ونبقى داوي بزاف ولا فين ما نتلاقى بواحد اللي معايا تا هو تيدير مزيكا نوريهم حياتنا ولا شي مازال ما كنعرفش ندير هاد اللعيبات حدي كنوجد موسيقى كنحس براسي قادر نخرج عند بنادم كنبارطاجيها كنرجع للور بعض المرات كنخدم شويه بحال الشفار نشوف الميمز نبارطاجيهم مع صحابي نضحك صافي حد هنايا كاين بزاف ديال لي زارتيست مغاربه اللي ولاو كيديروا لي فيت انترناسيونال وانت منهم مؤخرا غولاتيفمون مؤخرا كانت مع جول اولا هضرنا بعدا كيفاش وقعت ما كنهضرش انا على بزاف ديال لي تيتر بارتيكوليرمون ولكن جول واحد لا ماشين في شي شكل داكشي بغيت نعرف كيفاش كانت في شكل ما نكذبش عليك انا طبيعي كما قد ما كانت الحاجه كبيره كنحاول نتعامل معها بطريقه بسيطه باش انا ما نضهشرش زائد انا ما كبرتش نسمع الراب فرونسي يعني ناس اخرين فاش شافوا اوكي انا في الالبوم ديال جول ديال انا جاتني عاديه حيت ما مقلبش انا عارف جول فرنسا كبير ماشي حتى لديك الدرجه في الوقت اللي دارت صراحه ديك الكولاب بديت كنقلب على شكون هو جول بديت منين جاي شنو دار شحال باع تلقى يو فرنسا فهمتي زعما اكبر ديسكوغرافي فهمتيني في فرنسا كيفاق في الصباح كيدير البوم كيتغدى زعما العكس ديال عبدو هو جول يو زعما قلت اوكي غادي نحنا في الطريق المزيانه وما كناش متوقعينها صراحه ما كناش متوقعينها ماشي ما عمرهاش غتجي في هذا الوقت فهمتي كما قلنا السا ديال التراكات ما كاينش بروجي فيتشرينغ مع جول في الالبوم ديال جول ما تسنيناش في هذا الوقت لكن دارت الحمد لله. كاين واحد القضيه اخرى اللي كتهضر عليها شي مرات هي انك كنتي باغي تكون بطل في واحد الوقت كنت باغي نكون بطل حيت كان هذاك كان التركيز ديالي كامل في ديك الطريق
وديك الوقت راه كنت كندير الموسيقى ولكن ما كنتش مهتم بها بزاف زعما كنتمنى كون داكشي اللي كنت كنديرو فاش كنت كندير الرياضه نديرو دابا في المزيكا ولكن انا ما ندمانش حيت ما وصلتش داكشي اللي كنت باغي ندير في الاول صراحه كانت تجربه عرفت منين كيدوز واحد اللي باغي يكون سواء بطل مهم انه خصو ينضبط خصو يقاد الامور ديالو وداكشي اللي كنحاول نديرو حتى في مزيكتي واخا مازال ماشي 100%. بغيتك تبيع لي قنيطره دابا انا بغيت نرحل تنخمم تنقلب بغيت نمشي لشي مدينه بيع لي قنيطره شي مدينه ولا قنيطره جوستومون علاش غتكون قنيطره انا الا قلت لك قنيطره تقدر ما عرفتش واش تولف ولا لا حيت انا كبرت في واحد النص في قنيطره فهمتي كبرت في جهه الدروبه الى اخره كاين بلايص اللي تقدر تعيش فيهم في قنيطره كاين بلايص اللي خصك بزاف الوقت باش تتاقلم فهمتي ولكن قنيطره مدينه زعما مزيانه غير مع الوقت يقدر يجيك شويه الملل الا ما كنتيش ولد المدينه يقدر يجيك الملل. دخلتي لعالم الاخراج مغامره جديده ماشي زعما حتى لديك الدرجه غير كنقدر ندير داكشي اللي كيمثلني فهمتي ونقدر نرياليزي كليبات ديال دي زارتيست كيشبهوا ليا وصافي حد هنايا فهمتيني شي حاجه اخرى زعما ما قريناش داكشي واش ليها شوفها عندي في شكل وصافي كنحاول ندير شي سحور فهمتيني هذا هو البلان قدرت ندير هاد اللعيبه بوحدي غير حتى لواحد الوقت مازال ما كرهتش نتعامل مع مخرجين اللي واعرين يقدروا يطربوني. ندخلوا شويه ديال الاسئله ديال ضحك الدعابه المتعه والفرح غنهضروا على المساله ديال الصناديق اللي عندك كتتشاير وغادي نشوف نقول لك شي ناس ولا شي مواقف وتقول لي هاد الناس واش يستاهلوا ان تشير عليهم الصندوق ولا ما عندهم لاش الصندوق. اوكي مشينا كاني ويست وكلوتينغ لاين ديالو ديال وايت لايفز ماتر يستاهل يطلع له صندوق. ايلون ماسك وداكشي اللي داير في تويتر حاليا صندوق اللوحه صندوق حيت خلا بزاف الناس يتقادوا فهمتيني على ود واحد القدر بسيط ديال الفلوس انك بعدا نهضر غير على اللعيبه ديال البلو تشيك تخربيقه فهمتيني تخربيقه. المهم صندوق الشيخ صار لا تتزوج بموظفه كيقول لك ما خصك تتزوج بمراه خدامه المراه خصها تبقى في الدار وقال علاش حيت هذا هو العقيده ديالو صندوق الديب اللي في علي زاوا باش نهضروا على هذه المغامره هذه صراحه دار دور واعر بالرجوله لا بخير لا اندرو تيت صندوق الحكم اللي كان في الماتش ديال المغرب مع فرنسا صندوق جوني ديب لا ماشي صندوق ماشي صندوق وهي صندوق الياس المالكي ماشي صندوق واخ علاش لا ما داكشي اللي كيدير العالم ديالو زعما ما تيتصنع ما والو تيهضر بطريقه عاديه بخير ماتريكس مان واش ديال القنيطره ماتريكس لا ماشي صندوق ويلي وارين دراري وهاشم صندوق لا ماشي صندوق هاشم زعما هاشم اللي هو المناجر ديالك هو المناجر زعما عاطيني وقته الكافي تيفهم دابا حاليا تيعرف شكون هو عبده وشنو باغي يدير فين باغي يوصل وخدام معايا عاطيني 100% ديالو شابو. عندنا من المغامرات الجديده اللي كنقترحوا على الضيوف ديالنا ان شنو هي المغامره هذه تعجبك غنديروا واحد الانترفيو وحنا شنو نديروا دابا حديت سي كيستيونير واحد الانترفيو اللي غتقول لنا الاجوبه وحنا في المونتاج غنديروا شنو ما بغينا واو داكشي ديال يعني حدا راسك لان كل سؤال يقدر يجاوب على سؤال واحد اخر. شحال جبتي في الباك 76000 شحال عندك من عام 11 شنو هي البلاد اللي الحلم ديالك تمشي ليها قنيطره راه باين شنو الاغنيه المفضله عندك الدبانه اللي كانت دايزه من هنايا شنو اكثر حاجه كتاخذ لك الوقت باش تخرج تراك ما قديتش ولا ما غاسمح ليا شحال عندك من فولورز 24 شكون اعز صاحبك في لي زارتيست البيت صراحه البيت اما الكتابه كنقدر نكتب بالزربه وفين تزاديتي لندن شنو الادليبس باش معروف فارغاس كيفاش كتقول لا لشي حد بالصواب دودود شنو اكثر صوت كيديرونجيك نو وومن نو كراي بوب مارلي شنو الرسوم اللي كنتي كتفرج فاش فيهم ديما فاش كنتي صغير نقدر نقول ستورمز سكيب شكون الانسبيراسيون ديالك في الموسيقى دراغون بولز دابا هادشي اللي درتي غتكتشف الغيط ديالو فاش غتخرج هذا المشكله غادي نديرو معاك الانترفيو في 30 نشوفوا شنو كتصور حياتك غادي تكون في لاج ديال 30 عام واش كظن بلي غتخرج الالبوم ديالك الاول قبل 30 عام باينه قبل 30 حيت في 30 حاجه اخرى
تلاجينا تقدر تلقاني في غرفه التحكم توقعا زعما الطريقه باش كنخدموا. شنو هو الفيتشرينغ اللي تبغي دير قبل ما توصل 30 عام؟ يكون فيتشرينغ ما بيني وبين علي شاكيز شو لاسي اللي تبغي تبيرفورمي فيها قبل ما توصل 30 عام؟ كوتشيلا زعما قريبه كنحس بها تقدر ممكن هذه هي البلاصه اللي بغيتي تمشي لها قبل 30 عام. في البلاصه فين كبر الوالد نحاول نجلس واحد المده نشوف واش نحس بشي لعيبه غريبه. اللي شنو هي البلاصه؟ صراحه الوالد عاش ما بين صويره اكادير فهمتي تما فين دوز الصغر ديالو. شي حاجه بغيتي تعلمها قبل من 30 عام؟ صراحه البروديوسين مازال ما كنقدرش نصايب بيت راسي فهمتيني كندير ديك الخدمه ديال موغل دير هادي دير هادي جيب هادي هنا كنعرف ليها ولكن باش نجلس ما عنديش داك الصبر وهادو من بين الحوايج اللي كنتمنى نتعلمهم. السيليبريتي اللي بغيتي تتلاقى معاه دريك شي انفستيسمون اللي باغي ديرو اي حاجه تقدر تكون ليغاسي نقدر نانفيستي فيها اللي غيستافدوا منها الدراري اللي جايين من مورايا وتيشوفوني شي حاجه بالنسبه لهم نقدر نانفيستي فيها مازال ما محداش فهمتي. شنو كتظن راسك انك تستاهل انه يوقع لك قبل من 30 عام؟ نتمنى اي واحد تلاقينا معاه من هنا اللي نستاهل زعما ما نخسروش معاه فهمتي ما يخسرش معنا وتسالات العلاقه تسالي بشي طريقه زوينه فهمتي تضحك ولا نقدروا نعاودوا نتلاقاو مره اخرى المهم ما يكونش مشكل. هادشي اللي كنستاهل يوقع لي قبل ما نوصل ل 30 عام. كتظن بان الناس من بعد ما يشوفوا هذا البودكاست يكونوا تعرفوا شويه اكثر على عبدو؟ وكنظن حيت صراحه مازال ما درتش شي لعيبه بحال هذه اول مره صراحه غيشوفوني شي شوفه جديده ونتمنى داز هادشي واعر. شكرا لك بزاف والله. الله يحفظك يا عبدو شكرا بزاف تهلا في راسك. سلم لي على الناس ديال القنيطره بزاف. كنسلم على الناس القنيطره كنسلم على العشران ولا الدرب هادشي اللي كاين الاقلاق ضروري. انتم تهلا في راسكم وشكرا بزاف اللي كتبعونا في كل حلقه ديال البودكاست ديال شوتو كونترون. تلقاو الحلقه الجايه مع شي صانع محتوى كيما بغى يكون الشكل ديالو غير يكون عزيز علينا ومن هنا لتما تهلا.